بمناسبة بداية السنة الجديدة بحب أهنيكم كلكم بالسنة الجديدة، وأتمنى إن هي تبقى سنة أحسن من اللي فاتت وتبقى ناجحة ويبقى كلها أخبار حلوة إن شاء الله. وعشان كده دايما بنصح كل المرضى بتوعي وكل السيدات اللي بقابلهم بأنه بمناسبة السنة الجديدة نعمل كشف دوري علينا، نتأكد إنه مفيش أي مشاكل، مفيش أورام، مفيش أي حاجة تقلقنا، عشان نقضي السنة بتاعتنا في هدوء. ايه الكشف الدوري اللي بنعمله؟ بنعمل سونار على البريست، وده المفروض نعمله مرة كل سنة بعد سن ال40. كان عندنا حملة من شهرين عشان الكشف الدوري على البريست بتقوم بيها الحكومة. اللي ما لحقتش تعمل الكشف بتاعها يا ريت تيجي في اي وقت عشان نتأكد ونطمن عليها. حاجة تانية بنعمل مسحة من عنق الرحم عشان نشخص وجود اي تغييرات في الخلايا اللي في عنق الرحم، وبالتالي نقدر نتوقع لو في اي حاجة وحشة ممكن تحصل ونتعامل معاها. برضو السيدات اللي عدوا سن الطمث او دخلوا في المينوبوز بنحب ان احنا نعمل سونار سنوي نطمن انه بطانة الرحم سمكها ملائم، ان هي ما فيهاش تخانة زيادة، انه ما فيش اي دم او اي نقط دم بتنزل، عشان لو احتاجنا ناخد عينة ونطمن عليها. الكشف الدوري ده مهم جدا لانه بيوفر علينا تعب ومجهود كبير جدا ممكن يحصل لو اتأخرنا في تشخيص الأورام. احنا عندنا انواع كتير من الأورام ممكن نلاقيها في جسمنا. في أورام كتير قوي حميدة بنحب نتابعها كل فترة، أورام موجودة في الثدي وأورام موجودة في الرحم. الحاجات دي بنتابعها، في الأغلب ما بتقلبش حاجة وحشة، لكن المتابعة الدورية مهمة جدا. عندنا أورام ليفية في الرحم بتبقى موجودة وساعات بتكبر مع الوقت، يفضل ان احنا نتابعها. صحيح ما بنعملهاش حاجة الا لو عملت مشكلة، لكن المتابعة شيء مهم جدا. نفس الحكاية في الثدي، بيبقى عندنا تليفات في الثدي نتيجة وجود الغدد ونتيجة النشاط الهرموني اللي بيحصل على مر السنين. برضو الحاجات دي ما بتقلقناش، لكن يفضل ان احنا نتابعها مرة كل سنة. ممكن بقى نلاقي حاجات تانية تقلقنا شوية، زي أورام موجودة في بطانة الرحم، أورام موجودة في عنق الرحم، أو أورام موجودة في المبيض. ممكن يبقى شكلها مش مريح، نحتاج ناخد منها عينة نكتشفها في وقت مبكر جدا، يخلي إنه التعامل معاها بيبقى بشكل بسيط جدا، هو استئصال الجزء اللي فيه الورم ده عشان نحد من انتشاره وما نلجأش لمشاكل اكبر من كده. يا ريت كل واحده تخلي بالها من الكشف الدوري بتاعها. يا ريت كل واحده تحاول دايما يبقى عندها فايل ليها في كل الاشعاعات اللي عملتها، في كل التحاليل اللي عملتها، بحيث ان يبقى عندها فايل متكامل لحالتها الصحيه وتقدر تتابع كل سنه بشكل سهل. يا ريت لو عندكم اي اسئله تبعتوها لنا على الDM. تابعوا صفحتنا على اليوتيوب وعلى التيك توك، وتابعوا صفحاتنا على الفيسبوك والانستجرام. ويا ريت لو اي واحدة عندها استفسار او محتاجة متابعة دورية تتفضل تزورنا في العيادة.